هل انا كمحلل بيانات لازم اتعلم الداتا موديلنج؟ ده من اكتر الاسئله اللي استغربتها خلال الفتره اللي فاتت، لما حد بيقول لي هو انا لازم اكون فاهم داتا موديلنج. طب انت هتكون داتا اناليست ازاي لما يجي لك مشروع والمشروع ده مكون من اكتر من تيبل وانت محتاج ان انت تربط التيبلز دي ببعض؟ اول حاجه يا شباب لازم تبقى فاهم ان انت لما تيجي تشتغل على مشروع، فانت او انت كداتا اناليست عموما لازم تبقى فاهم انواع السكيما المختلفه، ازاي كل سكيما بتشتغل، الريليشنز ما بين التيبلز انواعها ايه، وازاي انا بربط التيبلز مع بعض، وازاي لما احب استدعي بيانات من تيبل جوه تيبل تاني استدعيهم بشكل عامل ازاي، اي انواع الكروس فلتر دايركشن، هل هي 1 ولا او سنجل ولا بوز، المين بيأثر في مين. كل الكلام ده مهم ليك انت كداتا اناليست في ان انت تكون فاهم فعلا في الداتا موديلنج، وفاهم ازاي تربط التيبلز دي ببعض. لان لما يجي لك مشروع، المشروع ده في عباره عن سكيما او تيبلز مربطه مع بعض، فانت لازم تبقى عارف ازاي تربطهم، وازاي هتستدعي البيانات، وازاي الانسايتس اللي انت هتطلعها هتجيبها من تيبلز بشكلها عامل ازاي، وازاي انت هتستدعي البيانات من تيبلز مختلفه. فده جزء مهم جدا. فاتمنى من كل قلبي من كل داتا اناليست، انت فعلا محتاج تكون شاطر، لازم فعلا تكون قادر تربط التيبلز مع بعض وفاهم الداتا موديلنج بشكل صحيح وانواع السكيما المختلفه. وبكده يبقى انا جاوبت لك على سؤال